ينفع تشتغل وانت طالب في الكلية، طالب طب، طالب صيدلة، طالب أسنان، أو حتى أي كلية. في الفيديو ده أنا هتكلم عن 8 طرق ممكن تشتغل بيهم وتحقق منهم ربح، وفي نفس الوقت تجيب درجات كويسة في الكلية. أهلا بيكم في القناة، ولو انتوا أول مرة تتفرجوا عليا، أنا ندى الجرحي، مدرس مساعد في قسم الباثولوجي كلية الطب. وفي القناة دي أنا بتكلم عن الحاجات اللي ممكن تساعد طلبة كلية الطب في المذاكرة وفي الحياة عامة، وبتكلم برضو عن الحياة في مصر في المجمل. يعني أنا وأنا طالبة كنت بشتغل كذا حاجة أونلاين، واتخرجت وجبت امتياز وطلعت من أوائل الدفعة واتعينت في الكلية، ودلوقتي خلصت الماجستير وخلاص مدرس مساعد. فانا هقول لكم في الفيديو ده ايه اللي انت ممكن تعمله او اللي انت ممكن تعمليه اثناء الدراسه، بحيث ان انت تحاول ان انت تحسن الدخل شويه، تخف شويه عن بابا وماما، تساعد شويه، او حتى تدلع نفسك بشويه فلوس زياده وتجيب بيهم سكين كير، او انت تجيب بيهم رفاهيات انت حاببها، اذا كان جيمنج او حاجه. اول حاجه نبدا بالشغل اللي هو بره البيت، ان انت تبقى تنزل تشتغل. الشكل ده من الشغل هيبقى غالبا في عياده الدكتور، تبقى طبيب مساعد. غالبا هتساعد الدكتور في عيادته اذا كانت عياده طبيه عادي او عياده اسنان، يا اما ان انت بتاخد الميديكال هيستوري بتاع العيانين، او ان انت بتبقى اسيستنت ليه وهو شغال لو هي عياده اسنان. ده طبعا انت هتضطر تستقصى من وقتك شويه وتنزل الشارع، مش هتعرف تعمل الكلام ده من البيت. برضو للصيادله تنزل تتدرب في صيدليه. كل الحاجات دي متاحه وانت طالب، بس عيبه، انا شايفه انه عيبه ان انت بتسيب البيت وتنزل، وان انت مش متحكم قوي في ساعات العمل. يعني هما اللي هيقولوا لك هتشتغل من كذا لكذا. الشغل بقى اللي هو من البيت واللي انا احبذه اكتر، وهو اول حاجه الكتابه الطبيه، تاني حاجه الترجمه الطبيه. اول حاجه وهي دي خبرتي فيها وهي الكتابه الطبيه. الكتابه الطبيه بتبقى مش محتاجه، لو انت في كليه طبيه مش محتاجه كورسات قوي، على قد ما محتاجه قرايه بس، قرايه، وان انت تبقى عارف ايه المصطلحات الطبيه بالعربي وبالانجليزي. فالموضوع مش محتاج مجهود تعليم، يعني مش محتاج تاخد كورس. اللي محتاجه ان انت تعمل بورتفوليو كويس. يعني ايه بورتفوليو؟ يعني ان انت تكتب مقالات طبيه وتشيرها عندك مثلا على الفيسبوك بتاعك او على التويتر بتاعك، او ايا كان تشيرها على البلاتفورم اللي انت عايز يبقى ده البيزنس او ده البروفيشنال بلاتفورم بتاعك، او ده البروفيشنال اكاونت بتاعك، تشير عليها الحاجات اللي انت بتكتبها. الفن بيبقى ان انت تكتب الحاجه سهله الهضم وسهله القراءه ومحببه اصلا انها تتقري، ما تبقاش حاجه ضل او حاجه غلسه ممله الناس ما تقراهاش. ليه؟ لان انت في الاخر الكتابه الطبيه دي هتبقى موجهه غالبا لعموم البشر. طيب هل الكتابه العاديه برضو ينفع؟ ينفع. برضو حته ان انت تضيف سنه حس فكاهي او تضيف سنه لذاذه في الكتابه، يعني طريقه الكتابه هي اللي بتفرق. طيب هنلاقي شغل ازاي؟ بعد ما تعمل البورتفوليو بتاعك وبعد ما تحضر كذا قطعه، بتبدا تراسل الشركات على فريلانسر او اب وورك او فايفر بالشغل بتاعك اوريدي، وهم لو شافوا ان شغلك كويس هيتواصلوا معاك. وقبل كده انا اتكلمت برضو في ممكن تشتغل من وانت طالب في فيديو تاني، بعمل لكم لينك في الديسكربشن بوكس، واسيب لكم هنا برضو علامه لو عايزين تتفرجوا عليه. الشكل التاني برضو من الكتابة وهي الترجمة الطبية أو العادية. ده هيبقى عايز ان انت تبقى عارف انجليزي كويس. لو انت ضعيف في الانجليزي يبقى هتاخد كورس، فما يعني ما تبدأش في ده طالما انت لسه هتبدأ تتعلم فيه. ابدأ بحاجة انت عارفها اوريدي. لو انت بقى عارف الكلام الطبي او كده، حلو، ابدأ برضو، توكل على الله وحاول تدور على ويب سايتس او يعني ويب سايتس عربية، وراسلهم، قول لهم لو محتاجين مترجمين معاكم في الفريق. وادخل على برضو فريلانسر وابورك، كل الكلام ده موجود على فريلانسر وابورك كتير جدا. وهيبقى نفس الطريقه، يعني نفس اللي احنا عملناه في اول وظيفه، ان احنا هنحضر بورتفوليو كويس. شكل من الاشكال برضو ان انت تعمل فلوس من البيت اللي هو الكونتنت كرييشن. انا عندي بروفايل على الانستجرام، بصراحه ما عملتش منه ولا مليم. واليوتيوب ده عملت منه فلوس بس مش قد كده. يعني انا بقالي سنه اهو بكسب من اليوتيوب قرب السنه، يعني نقدر نقول تقريبا 10 شهور او اقل شويه. بكسب من اليوتيوب. عملت $50. $50 يعني $5 في الشهر. $5 يعني 250 جنيه. فصباح الفل يعني، وجع قلب. بس انا بقول ايه، يعني وجع قلب على فلوس قليله، بس انا بقول ايه، نصبر. وحاجه كمان ان انا مش كونسيستنت قوي، انا مش بنزل كل اسبوع فيديو. انا للاسف يعني لما لما ربنا بيكرمني واقعد القعده دي
بنزل فيديوهات، لكن لو ما قعدتش ما بنزلش. فبالتالي الكونتنت كريشن عايز انضباط، عايز افكار كويسه، عايز كتابه كويسه، عايز سكيلز اديتنج، عايز سكيلز ان انت بتعرف تشتغل على الفوتوشوب او على كانفا. في جزء تاني من الكونتنت كريشن، وده لسه انا برضو معرفش عنه حاجه، بس انا متاكده انه بيجيب فلوس، وهو الكولابوريشن او التعاقدات مع البراندات او التعاقدات مع الشركات عشان خاطر هم يدوك فلوس فتعمل اعلان. واعتقد ان هو البلك او الاكتر حاجه من اكتر فلوس بتيجي من الكونتنت كريشن هي ايه؟ التعاقدات دي. هل انا وصلت للنقطه دي؟ لسه والله، لما اوصل اوعدكم هقول لكم ازاي بيتعمل. بس انا اعرف طلبه طب كتير على الانستجرام بيكسبوا فلوس، فواي نوت؟ يمكن انا فشلت غيري نجح، ما تاخدنيش انا كاكزامبل، خد غيري الناجح. خلاص. نفس الكلام البراند، ان انت تعمل براند لنفسك، ده مش هيبقى شغل من البيت اكيد، هتنزل تشتغل وتجيب حاجات وكده، بس ممكن تعمله بيزد على السوشيال ميديا وتسوق له على السوشيال ميديا. فاغلب الشغل هيبقى من البيت، هيبقى بس محتاج ان انت تنزل مره او مرتين كل اسبوع او اسبوعين ان انت تجيب البضاعه، ولكن بعد كده هيبقى اغلب الشغل من البيت. حاجه كمان بره بقى السوشيال ميديا، يعني احنا كده خلصنا حاجات السوشيال ميديا، ان انت تقدر تشتغل ريسيرش اسيستنت برضو. انا معرفش برضو الميديكال ليجاليتي او معرفش مدى قانونيه هذا الامر او مدى هو ايثيكال ولا لا، ولكن هتشتغل وتطلب ان اسمك يتحط في البحث عشان خاطر يبقى ايثيكال. يعني اما يتحط في الاكنولجمنت او يتحط مثلا ان احنا نقول ان فلان هو اللي عمل الاحصاء، او ان احنا نقول ان فلان هو اللي كتب الايه الليتريتشر ريفيو في الاكنولجمنت، عشان ما يبقاش الموضوع ان انت بتاخد فلوس مقابل كتابه والكتابه دي تنسب الى شخص اخر. هي الريسيرش الفلوس اللي بيبقى فيها بيبقى عن طريق ان انت مثلا بتكتب بروتوكول او بتكتب ليتريتشر ريفيو او بتكتب ديسكشن او بتعمل الاحصاء والريزلتس بتاعت الرساله، وفلان يعني الحد اللي بيتعاقد معاك بيديك مبلغ قصاد خدمتك دي. فيها فلوس، وفي مصر كتير جدا، موجود كتير جدا في كل الكليات وفي كل حته، يعني مش عندنا احنا في كليه الطب بس، لا في كل حته. فممكن انت تطور نفسك. ده طبعا هيحتاج ان انت تاخد كورسات في الاحصاء وتاخد كورسات في الكتابه العلميه وتبقى عارف الحاجات دي بتتعمل ازاي. لو انت اوريدي عندك الخبره حلو، جو اون وجو اهيد وابدا. ممكن تشتغل بيولوجي تيتشر، ممكن يبقى من البيت وممكن تنزل سناتر. مدرس احياء اذا كان بالعربي او بالانجليزي، تدي دروس اللي هو الامريكان اللي هو السات او الاي اس تي، او تدي دروس للثانويه العامه، او تدي دروس للاي جي اللي هي الشهاده البريطانيه في ماده البيولوجي. هيحتاج برضو ان انت تذاكر الاحياء بتاعها عشان تدي دروس، بس كلنا عارفين ان الدروس خصوصيه فلوسها حلو. ممكن تدي دروس خصوصيه في الكليه اللي انت فيها، لو انت مثلا خلصت مواد معينه وجبت فيها تقدير وعندك الملكه بتاعه الشرح، ابدا واعمل قناه على اليوتيوب او ابدا اشرح لاصحابك، وبعد كده شوف لو حد اصغر عايز ياخد دروس خصوصيه ابدا. بس برضو بنبه انه ما يكونش في اي حاجه قانونيه تمنع هذا الشيء. يعني لو كليتك مثلا اعترضت، خلاص انت مستقبلك اهم. وبرضو اقول ان الدروس الخصوصيه دي خليها اخر حاجه خالص، خاصه ان انت لسه طالب، ما انتش يعني فظيع قوي ان انت تشرح لزمايلك، الا لو انت خلصتها وجبت مثلا فيها تقدير وحد كبير قال لك جو اهيد وابدا اشرح دروس خصوصيه. ولكن ده برضو باب من ابواب دخل الفلوس. لو انت عايز تعملها على قناه يوتيوب وتبقى انونيمس، ما يبقاش معروف مين اللي بيشرح، هو حد بيشرح على النت وخلاص، اعمل كده وتوكل على الله. بس ارجوك 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 تاكد من المصادر اللي انت بتستخدمها، ما تكروتش، ويعني حط ربنا دايما قدامك ان انت في ناس هتتعلم منك اللي انت بتشرحه ده، فما نقلبش وما نكروتش. وبس كده. ده فيديو عن ايه الوظائف اللي ممكن تعملها وانت طالب، وفي نفس الوقت ان شاء الله تجيب تقدير كويس. والموضوع هيحتاج منك طبعا ان انت تعرف تنظم وقتك كويس قوي. ولو عندكم اي سؤال او عايزين تعرفوا اي حاجه، يا ريت تكتبوا لي في الكومنتس، هبقى بحب جدا ان انا ارد عليكم، او ابعتوا لي على الانستجرام، انا ليا بروفايل على الانستجرام. واخر حاجه، خدوا بصه كده لو انتوا في كليه طب او كليه اسنان او صيدله او علاج طبيعي او تمريض، خدوا بصه كده على قناه اليوتيوب، ان شاء الله يبقى فيها محتوى يفيدكم. قناه اليوتيوب بتاعه الباثولوجي اسمها باثولوجي باي دكتور ندى الجرحي، بس او باي ندى الجرحي، باثولوجي باي ندى الجرحي. واشوفكم الفيديو الجاي.